كنشوفوا هاد الانجازات اللي قدر يوصل لها المغرب في هاد 10 سنين الاخر. وبالنسبه لي انا التحولات بدات منين فريق الرجاء البيضاوي قدر يوصل لنهائي كاس العالم للانديه في 2013. الو من هذاك العام بالضبط بداو بزاف ديال البلدان كيعرفوا المغرب الحقيقي وماشي هذاك المغرب اللي كنشوفوه في الافلام، حيت بزاف كانوا كيصحابونا باقيين عايشين عيش حديدان والجمال والقوافل الصحراويه والحاج البونطاغاني. ازكى الشريف راه المغرب هذا البلاد اللي طورت من راسها بزاف لدرجه انها قدرت تنافس بلدان عظمى لا اقتصاديا ولا رياضيا. اقتصاديا بحال طونجي ميد، مشروع اكبر ميناء في القاره الافريقيه واللي كيتعتبر بوابه العالم نحو المغرب. تي جي في او قطار فائق السرعه واللي دشنو الملك ديالنا محمد السادس، وهذا القطار كيتعتبر هو الاسرع من نوعه في القاره السمراء. وتخيل معايا انت ان المغرب عنده اسرع قطار في القاره الافريقيه. البنيه التحتيه بلا ما ندوي لكم عليها، حيت كاع المغاربه شافوا بعينيهم في هاد الخمس سنين الاخرى ان الاشغال ما بغاتش تسالي، وان البليبار ديال المدن بداوهم ازيرو، يعني كلشي تعاود، كاع الشوارع كاع القناطر دايرين خدمتهم هذوك الناس، واخا ما دايرينهاش كيف ما خاصها تكون يعني 100%، بعدا راه دايرين اللي عليهم. حنا راه عارفين الشفره كاينه والاختلاس كاين، مي باش شفنا واحد الخدمه طبقات امام الاعين ديالنا هادشي راه غادي يفرحنا حنا كمغاربه. وانا في هذا الفيديو راه كندوي على اللي مغربي حر، ماشي داك المغربي اللي حاقد على بلادو يعني ما باغي منها والو، باغي يخرج منها. كندوي على داك الشخص اللي كيشوف في الحقيقه، اللي كيشوف شنو كاين، واللي كيامن بهذاك الشيء اللي غادي يطرى من هنا لقدام. وزادوا لينا بزاف ديال الاختيارات في التنقل. شحال هذه كانوا عندنا غير جوج ديال الاختيارات، يا الطاكسي يا الطوبيس، ودابا الحمد لله راه عندنا 4 ديال الاختيارات. عندنا الطاكسي والطوبيس والترام والباسوي، واللي ما عجبته حتى شي واحده من طرق التنقل راه كاينه طريقه اخرى واللي هي شركات ديال تطبيقات النقل اللي دخلت مؤخرا للبلاد ديالنا واللي دايره العمل ديالها على اكمل وجه. ريسبكت ليهم، حسن بزاف لينا من صحاب الطاكسيات الحمراء اللي كتقول لي انا غاديوك هو كيقول لك انا غاديوك. راه ماشي طاكسي بيض انت باش تشد الطريق اللي بغيتي. داكشي علاش البليبار ديال المغاربه اللي كيفهم شويه في التليفون وداكشي كلهم ولاو كيعتمدوا على تطبيقات التنقل، وهادشي بطبيعه الحال ما حملوه صحاب الطاكسيات والنقابات وبداو كيديروا لهم ازمات في الطريق وكيتلقاو لهم كيديو لهم الطوموبيلات ديالهم. عاد زيد على هادشي اللي قلت لكم كامل، اكبر محطه للطاقه الشمسيه في العالم كاينه في المغرب وسميتها نور زازات، وهذا حتى هو مشروع اللي كيستافد منه المغرب بزاف. والا ما كانش خبارك راه الطاقه ديال هذاك المشروع كتوصل حتى لاوروبا وكتباع تما. نزيدك شي حاجه زوينه تسمعها على بلادك، ما كايناش شي طياره في العالم دابا كطير فوق منك الا وانها على الاقل مصنوعه فيها ولو قطعه وحده في المغرب. المغرب تميز في هاد 10 سنين الاخرى بصناعه اجزاء الطائرات. ايماجين نحيدو دابا من داكشي اللي كيطير ونمشيو على داكشي اللي كيمشي في الارض، طوموبيلات. المغرب فيه اكثر من 250 مصنع لصناعه السيارات. ايماجين هذا الرقم هذا، 250 مصنع بطاقه استيعابيه ديال 160 الف موظف، 160 الف شخص خدام في هذا القطاع ديال صناعه السيارات. والمغرب هو اول مصدر للسيارات خارج افريقيا نحو اوروبا، يعني السيارات اللي كتصنع في المغرب حاليا كتصاك فرنسا، بلجيكا، الالمان، هذوك البلدان اللي كنا كنسمعوا لهم في القرن اللي فات هما اللي حاكمين في صناعه السيارات. هذا العام هذا المغرب كيقول سميتو، وهادشي بلا ما نذكر لكم السيارات الهيدروجينيه اللي دشنها الملك، عاد السياره هذيك الكهربائيه اللي دشنها حتى هي الملك. بزاف ديال البروجيات في المغرب جايين من هنا لقدام، شي حاجه اللي كبيره بزاف وما نقدروش نتخيلوها. وانا غير الا رجعتي بيا غير 5 سنين دابا اللور وقلتي لي المغرب من هنا لواحد 5 سنين غادي يكون بحال هكا، والله ما كنت غادي نتيقك. الا كان الحسن الثاني خدم الدوله ديالنا بالعسكر وبالقوه وبالقمع وبشحال من حاجه، يعني راه ما دايرش غير هكاك. ودابا باش جا محمد السادس اللي هو ولده راه شفنا كلشي على عينينا، والحمد لله الله كاع ما خيبنا وكاع ما خيبو، وشفنا بزاف ديال الحوايج زوينين في العهد ديالو. ورياضيا راه العالم كامل ولا كيعرف المغرب، حيت ماشي ساهل باش توصل لنصف نهائي كاس العالم. كانت رحله ديال شهر تقريبا بالنسبه للاسود ديالنا في قطر، وبالنسبه للمجموعه اللي حطونا فيها لقبوها بمجموعه الموت بالنسبه للمغرب. كنا كنبانوا لهم حنا هما اضعف منتخب في هذيك المجموعه. كانت معنا بلجيكا، كندا، كرواتيا. هاد المنتخبات الثلاثه كانوا حاطينهم على اساس انهم يقدروا يربحوا كاس العالم. شنو هو يطرى من بعد؟ اننا قدرنا نتفوقوا عليهم كاملين الحمد لله، والله يسر لينا وصلنا لواحد الرتبه في كاس العالم اللي ما كناش كنتخيلوها. ولكن داكشي ما جاش هباء منثورا، ولكن جا بعد عمل شاق للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم وللدوله المغربيه بصفه عامه، حيت التميز هذا ما شفناش غير في الكره ولكن شفناه بزاف ديال الحوايج
وهادشي ماشي غير انا شفتو ولكن راه العالم كامل شاف. المغرب بلاد اللي واعره بزاف، بلاد اللي تقدر تلقى فيها اللي بغيتي، خاصك الفلوس كيف ما كنقولوا. وحنا بلاد اللي غايرين منها بزاف ديال البلدان المجاوره لينا. يعني ما كايناش شي بلاد في شمال افريقيا ولا في افريقيا بصفه عامه ما كتحلمش تولي بحال المغرب. هادشي اللي كنقول لكم الدراري راني ماشي كنخربق، ولكن شوفوا نتوما غير على عينيكم وبالمنطق. يعني شوفوا غير عزاوه فين كيجيو. كاين البليبار كيجيو للمغرب على اساس باش يديروا طريق، كتولي الغربه ديالهم هي المغرب وكيصيفطوا منه الفلوس لافريقيا. المغرب راه فيه الفلوس ماشي ما فيش الفلوس، ولكن راك غير باقي يعمل لقيتي قلبك. ونهار تجيك الفرصه ديالك كون اكيد على انك غادي تولي تقول ما كاينش محسن من المغرب. وهاد الهضره اللي قلت لكم كامله الا جينا نشخصوها يلا غادي نلقاوها كتعادل واحد 5% من الانجازات اللي يقدر يوصل لها المغرب. وما بغيتش ندخل بزاف وندوي لكم على الثروات البحريه ولا الارضيه اللي عندنا، حاولت ننقز هادشي باش كاع ما ندخلوا في مشادات لسانيه مع البعض، ولكن هادشي كامل اللي قلت لكم راه غير الجانب الزوين او الجانب اللي بغاو العالم يشوفوا. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. كان معك سيمو دايزر. الى عجبك الفيديو ما تنساش لايك كومونتير بارطاجي الفيديو مع اصحابك. تهلا.